مبدئيًا كده الوصفة دي لازم تكوني لابسة فيها جوانتي، بالضبط كده، ده إحنا هنعمل هريسة الشطة، يعني نار يا حبيبي نار. هريسة الشطة لا غنى عنها في التتبيلات، سواء للبدنجان المخلل أو كمان للأسماك وللكبدة وللفول. هتجيبي الفلفل الأحمر اللي أنتِ شايفاه كده، اليومين دول الموسم بتاعه. بُصّي بقى، هتغسليه وتبدئي تحطيه في مصفى ينزّل المَيّة بتاعته خالص، وبعد كده بُصّي بالمقص، بلاش بالسكينة، المقص هيسهّل عليكِ كتير أوي، وبأكد عليكِ لازم جوانتي. وهتبدئي تقطعيه، وكمان هاتي ليمونة وقشريها بالشكل اللي انت شايفاه ده وتحطيه فوقيها مع فصين توم. وهنعمل ايه تاني؟ بصي بقى يا ستي، شوية كده خل على شوية ملح على معلقتين سكر او معلقة كبيرة من العسل الاسود. انا بعمل حوالي نص كيلو كده من الفلفل. هاتي بقى الكبة بتاعتك، مش هينفع في الخلاط علشان ما يبقاش معاكي زي العصير، لازم الكبة او الهون او المفرمة، لكن الخلاط لا. وهتهرسيهم في الكبة لحد ما يوصلوا للمرحلة دي. طريقة التخزين في علبة بقى أو في برطمان، وتبدأي تحطيه وتحطي على الوش شوية زيت، هيقعد معاكي في التلاجة حوالي كده أسبوعين 10 أيام. عايزة تحفظيه لأطول مدة يبقى على الفريزر على طول. وبس كده يا ستي، دي هرسة الشطة بأسهل طريقة.